لما كبر المختار وبعث الحسين عليه السلام بمسلم ابن عقيل سفيرة، نزل في دار المختار يظهر وثاقة هذا الرجل عند أهل البيت، في حين تجد أن ابن عم الحسين لما دخل إلى الكوفة لم ينزل دارا إلا داره وبقي في داره، وكان يستعين بالمختار بن أبي عبيدة على أمر الحسين عليه السلام. ولما قامت واقعة كربلاء كان المختار في السجن، سجنه عبيد الله بن زياد كما سجن كبار رؤساء أتباع أهل البيت في الكوفة، لكي يبقى الحسين وحيدا في كربلاء ولا يستطيعون أن ينجدوه، لا يستطيعون نجدته. تلاحظ كيف؟ فقال له أبو جعفر، يقول كان في منى: من أنت؟ قال: أنا الحكم بن المختار. تبسم الإمام في وجهه، قال: اقترب اقترب. يقول قربه أجلسه إلى جانبه، قال له: سيدي يا ابن رسول الله، أنا أشكو لك، إن البعض يسب أبي ويشتمه ويقول أنكم أهل البيت غير راضين عنه. قال: لا لا، رحم الله أباك، إن أباك بنى دورنا، أباك زوج نساءنا، أباك أخذ بثأرنا، رحم الله أباك، وقطع ألسنتهم عنه. منو هذا؟ الإمام الباقر عليه السلام. أنا أقرأ بالتاريخ فالقصة يعني: إن أبي زين العابدين قد رأى في منامه أن الملائكة قد سلمت عليه وقالت: السلام عليك يا زين العابدين، ورأى ومضة من الضوء وسأل عن هذه الومضة وقيل ولد له. لما جلس إلى صلاة الليل طرق الباب، خرج الخادم وجد بالباب جارية ووجد معها صرة أموال، فسأل قال: إن المختار بن أبي عبيدة الثقفي بعث بهذه الجارية لسيدي زين العابدين وبعث بهذا المال. فأدخل الخادم تلك الجارية إلى حريم علي بن الحسين واقترب منها وحبلت بزيد بن علي، فأم زيد أرسلها المختار. تتخيل منزلة هذا الرجل عند أهل البيت عليهم السلام؟